بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، ده كيلو دقيق وحطيت عليه يعني حوالي 4 معالق من معالق الاكل الكبار زيت، وهنحط ملح برضو يعني نص معلقة كده، مش مليانة قوي، يعني نسبة وتناسب تدي طعم للعجينة. هنعمل بيتزا ماشي، سهله وبسيطه وعلى قد الامكانيات اللي موجوده عندك في البيت. هنحط معلقه زعتر بتدي طعم حلو للعجينه، وكمان فلفل اسمر. ممكن تحطي ملح بس، يعني ملح وسكر عشان الخميره. الملح يظبط الطعم، والسكر عشان خاطر الخميره تنشط تشتغل معاكي. دي معلقه صغيره، فنحط معلقه كمان، يبقى كده معلقتين سكر بالمعلقه الصغيره، ونص معلقه ملح، ومعلقه فلفل اسمر او حبه فلفل اسمر كده، يعني يدوا العجينه طعم. تمام. وبعدين هنحط ايه تاني؟ كوبايه زبادي. ثانيه واحده بس عشان ما ننساش حاجه. بصوا بقى، انا هفضي الزبادي، كوبايه زبادي معانا، وحطيت معلقه خميره كبيره. معلش هو التليفون فصل، بس انا برضو اقول لكم ايه اللي حطيناه تاني عشان يبقى الفيديو تمام. حطينا ملح وسكر وفلفل وزعتر وخميره وكوبايه زبادي ماشي، واربع معالق زيت اكل، 4 معالق بالمعلقه الكبيره يعني. سمي الرحمن كده. هنحط ايه؟ انا بعاير بالكوبايه، يعني نقول كده 3 كوبايات مكان كوبايه الزبادي. تسمي الرحمن. الميه اللي انا عاجنه بيها ميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان خاطر الخميره تشتغل معانا. حطي ميه واحده واحده، عشان في دقيق بيشرب ميه وفي دقيق لا. حطي يا حبيبتي. بس بعدين كده بقى يعني بيتزاية اسهل ما يكون. اي حاجه عندك بقى. انا اصلا كان عندي بانيه اللي انا كنت عاملاه معاكم، وتاني يوم بقى قالوا ايه نعمل بيتزا بالبانيه. خلاص ما نعملوش بقى بانيه، هنقطعه ونعمله شاورما ونحطه بقى على وش البيتزا متبل، وطعم اللحم بتاعه تحفه. نعجن بقى فيها لما تلم. بصوا بقى حبايبي، وانا بعجن الميه جت زياده ماشي، هتبوظ؟ لا طبعا، حبه دقيق تظبط معاك الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبه صغننين ازاي. انا اصلا كده كده عايزه العجينه تكون لينه، ولكن مش سايبه او تبقى ملزقه زياده عن اللزوم. لا، انا عايزاها تبقى ماسكه معايا، وبرده في نفس الوقت تكون طريه ماشي. اسند بقى الطبق بايدي التانية. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تلم معايا. والله انا بعجنها معاكم بمنتهى الامانه. بصوا بقى كده ابتدت تلم، قلبت بقى فيها شويه، ولو حسيت ان انا عايزه احط لها دقيق تاني برضه احط لها لحد ما تلم من الطبق خالص خالص. بصوا كده خلاص انا عجنتها وبقت زي الفل وناعمه. اعمل ايه بقى؟ حبه زيت كده عشان وشها ما يقشفش او تبقى مشققه كده ويبقى شكلها وحش. طلع حبه زيت كده واسيبها بقى عبال ما تخمر. نجهز الحاجه اللي احنا هنحطها على وشها. بصوا بقى حبايبي، ده البانيه اللي احنا كنا متبلينه مع بعض. بصوا وهي بتقطعوا حتت صغيره شاورما. طبعا اللحم دايب بقى وشارب من التوابل اللي احنا حاطينها، البابريكا والكاري والكركم والملح والفلفل.
بصوا بقى حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده البانيه اللي احنا كنا متبلينه مع بعض، عملنا منه جزء امبارح، والنهارده زي ما انا قلت لكم هنعمل بيتزا. بتقطعوا بقى حتت صغيره. بصوا كل التوابل اللي فيه ده بتخلي طعمه تحفه، واللحم بيبقى طري كده وجميل وتحسيه لين معاكي. نقطعه بقى حتت صغيره ونشوحه عشان يستوي، ونشوف احنا هنكمل بقيه الخضار بتاعنا ازاي. وهنعمل كمان بيتزايه خضار من غير شاورما ومن غير اي حاجه. هتبقى بس عملت كوسه مبشوره. كملوا معايا الفيديو وانتوا هتشوفوا احنا هنعمل ايه، وان شاء الله هتستفادوا. بس ما تنسيش تحطي اللايك بقى عشان نسوي الشاورما. حطي اي ماده دهنيه انت عايزاها، معلقه سمنه، حبه زيت، مفيش اي مشكله. ماشي. بقيت التتبيله طبعا النار عاليه. بس التليفون مش ثابت. نشوح بقى الكلام ده كله مع بعض. لحد ما تستوي، بعدين نشوف الخضار اللي هيتشوح. خلاص بقى الشاورما استوت، وبرده في نفس الطاسه نشوح البصل، وتديله بقى ايه رشه ملح وفلفل بسيطه عشان بس يعني ايه يبقى مستحدق، ما يبقاش عادل، ما يبقاش دلع. وبرده في الفلفل والطماطم نفس الكلام، هياخدوا تشويحه بسيطه. بس عشان انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، بحاول ابسط لكم عشان تبقى الدنيا بسيطه وسهله بالنسبه لكم. كده بصوا ما شاء الله البصل اتشوح في ثواني. ما تطوليش عليه على النار قوي عشان ايه ما يتبلش وكميته تقل قوي، ينزل كل السوائل اللي فيه. وبعدين بقى نعمل الفلفل، وحابه تحطي طماطم حطي، مش حابه مفيش اي مشكله. الوش ده حاجه ترجع لك انتي. بصوا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، انا الاول حطيت زيت في الصاج، وبعدين خدت حته عجينه وفردتها كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده لحد ما فردت الصاج كله. حابه تخنيها، حباها تبقى رقيقه، دي برضو في ايديكي. يعني انا عامله خير الامور الوسط، ولا هي تخينه ولا هي رقيقه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله شكل العجينه الله اكبر عليه، ولينه وتحفه. نجيب بقى اول حاجه نحطها الصلصه بتاعتنا. يلا هاتي يا حبيبتي الصلصه. بصوا بقى بسم الرحمن ونحط الصلصه دي صلصه المكرونه اللي انا كنت عاملاها معاكم. انا كنت عامله فص ثوم صغير قوي، فطعمه مش هيبقى واضح، واخده بالك. وزودت بقى التوابل، يعني انا كنت حاطه لها ملح وفلفل، دلوقتي حطيت لها بقى كزبره، حطيت لها زعتر، حطيت لها بابريكا. فيعني هتدي طعم برضو يعني مش هتبقى صلصه مكرونه، لا هتدي طعم تاني، فهتبقى طعمها جميل، هتبقى حلوه. بعدين كل واحد يعني ربنا يحليله زاده، ان شاء الله هتبقى تحفه يعني متقلقوش. وبعدين في مثل بيقولك ايه الشطره. كملي بقى المثل يلا. كده نحط نفرد كده في كل الاماكن. اصلا صلصه البيتزا بيحطوا لها بيضربوا تومه مع الطماطم، بيضربوا فص توم ني كده مع الطماطم ويحطوه يستوي، فكده كده بيدخل لها توم. وكل واحد عنده قابليه للطعم، انتي بتحبي انا ما بحبش والعكس صحيح، فكل شيء شغال يعني ما تقلقيش. تمام كده. دي كده اول حاجه. بعدين بقى الشاورما حبيبتي، وكنت برضو مقطعه معاها قرن فلفل، يعني اللي ما اتفرجش على الفيديو يدخل يشوفه، برضو بيدي طعم جميل قوي للصلصه، فاكيد هيعزز الطعم مع البيتزا يعني ما تقلقيش. كده بقى هتحط هي يا حاجه، هتحط ما تقلقيش. هنحط بقى نحط الشاورما، نرصها كده على وش الصاج كله، وزعيها كده زي ما انتوا شايفين، كل مكان يبقى فيه.
انا وريتكم الفلفل وهو بيتشوح، نوريكم الفلفل دلوقتي واحنا بعد ما شوحناه. برضو ما شاء الله عليه، يعني ان شاء الله تبقى بيتزاية تحفه. بصوا ادي الفلفل وادي البصل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع بقى الكلام الجميل ده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا حتى الالوان بتاعه البصل تحفه. فلفل. وش البيتزا ده حاجه ترجع لك بقى. شوفي انتي بتحبي ايه يبقى طعم العجينه وهتظبط معاكي ان شاء الله. عملنا احلى بيتزايه باسهل واسرع طريقه. على قد امكانياتك اشتغلي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. وبعدين كمان الفلفل والبصل واخدين من طعم التوابل بتاعه البانيه، لان انا شوحنا الشاورما الاول. هاتي بقى يا حبيبتي الجبنه يلا. الحتت اللي نلاقي ناقصه نحط فيها. عندك بقى رومي، عندك موتزاريلا، عندك شيدر، انتي واللي عندك. نوزع على الصوص كله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. كده كده اهو. هنا في كل حته، بس خلي بالك ما تجيبيش في الحرف قوي لان هيسيح وهيتحروق. ماشي. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ادي كده خلصنا الفرن. نسيبه بقى يفتح شويه عبال ما نولع الفرن ونشوف بقى نعمل البيتزايه التانيه بتاعه الكوسه. بصوا بقى حبايبي، انا عملت بيتزايه تانيه ببقيه الكيلو. ما شاء الله الكيلو عمل بيتزتين محترمين جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. النص ده بصوا زي ما انتوا شايفين دي كوسه انا بشراها ومشوحاها بشويه ملح وفلفل وحاطه لها حبه زعتر، والناحيه دي شاورما وموتزاريلا بس معلهاش اي حاجه تاني. تمام زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى بينا عشان نسوي الاكل ونشوف بقى بسم الله ما شاء الله البيتزا هيطلع شكلها ايه. بصوا بقى ما شاء الله يا حبايبي، انا طلعت الصاج الاولاني. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. التسويه بتاعته تحفه، بس يبرد بس شويه وبعدين اقطع واوريكم شكله. ما شاء الله يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. دي البيتزا شاورما وبصل وفلفل وموتزاريلا، ودي شاورما وموتزاريلا بس، ودي بقى الكوسه والموتزاريلا. ما شاء الله شكلهم تحفه بألف هنا وشفا. اتمنى تجربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. البيتزا حطي اي حاجه انت عايزاها مفيش اي مشكله. يا ريت ما تكونيش نسيتي تحطي اللايك، ويا ريت تكتبي لي كومنت حلو وتشتركي في القناه لو مش مشتركه. ما